ضروري ما تجربوا هاد البسبوسه هادي، راه كتجي واعره سهله في التحضير وغير بحبات البيض، كتجي خفيفه وفيها واحد التقرميشه من الفوق. تبعوا معايا الوصفه. في اناء غادي نوضع حبات ديال البيض مع كاس اللارب ديال السكر سنيده، ونخلطهم مزيان حتى تذوب ديك سنيده، ونضيف عليهم قشور ديال الحامض الا وديت الزفره باش نتفاداوها، كاس ديال الحليب وكاس اللارب ديال زيت المائده، ونخلط مزيان. وغادي نزيد قريصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وغادي نزيد كاس ديال الكوك وجوج كيسان ديال السميده رقيقه اللي كنقادو بها الحرشه. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان، ونزيد ساشي ديال الخميره الكيميائيه. وهنا غادي ناخذ مول ديال هاد الكيك، غادي نوضع فيه هذاك الخليط، وبالنسبه للفران يكون مسخن من قبل. غادي ناخذ واحد الحبه ديال التفاحه، غادي نحكها بحال هاد الشكل هذا من الفوق. وهنايا غادي ناخذ واحد الزلافه، غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه ديال سنيده وجوج معالق ديال الكوك وجوج معالق ديال اللوز ايفيلي. غادي نخلط مزيان هذيك الزبده مع دوك المكونات غير بيديه، وغادي نفرتتهم هكا من فوق الخليط ديال الكيك، وغادي ندخلهم مباشره للفران. كياخذ واحد نص ساعه ديال الطياب حتى كتحمر هكا البسبوسه. راهي كتجي روعه في المذاق. هذاك الميلونج ديال الحامض، القشور ديال الحامض حتى هما كيعطيو النسمه ديالهم مع الكوك واللوز اللي كيجي مقرمش من الفوق. غير جربوها راه ما غتندموش عليها.